السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الأساس في مصر نزلت بشكل كبير جدا جدا. ده للناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات. احنا كنا اتكلمنا عن ان أسعار الأساس نزلت في مصر بشكل كبير جدا. مش هطول عليكم إن شاء الله في المقدمة، ولكن ده كلام مهم جدا. الزل الأحمر نازل زي ما قلنا من 20500 جنيه، النهارده سعر المتر 17200 جنيه. ده معناه ان التكلفة في التصنيع بتقل. تمام. القماش الكتان اللي هو ده نازل معانا، ده كان سعره 155 جنيه، النهارده سعر المتر 115 جنيه. وارد جدا الفتره اللي جايه كمان الاسعار تقل عن كده. تمام. فرخ السفنج اللي كنا بنحطه في القواعد، اللي كان سعر فرخ السفنج اللي كان سعره لحد وقت قريب جدا بيتباع ب 2000 جنيه، النهارده فرخ السفنج ب 1500 جنيه وب 1550 جنيه. فاصبح ان في تريحات كبيره جدا جدا في الاسعار. وكمان اسعار الاكسسوارات بشكل عام، اسعار الاخشاب، كل الخامات المستخدمه في صناعه الموبيليا حاليا فيها تريحات كبيره جدا. وزي ما وعدتكم ان شاء الله هنتكلم عن المنتجات كلها بالاسعار قبل الزيادات وبعد الزيادات. الفيديوهات ان شاء الله، الفيديوهات دي هتكون مفيده جدا جدا لكل الناس، حتى اللي بينفذ بره. تابع الفيديوهات دي علشان تعرف الحاجات دي ان شاء الله النهارده اسعارها كام. احنا معانا ركن الطياره دي. حرك التليفون كده يا احمد، على مهلك على مهلك. معلش يا جماعه بنحرك التليفون بس. ايوه ماشي. تعال. معانا الركنه دي الركنه الطياره، طبعا معروفه ومشهوره جدا جدا في مصر كلها. طيب الركنه دي نتكلم الاول عن مواصفاتها، علشان برضه حتى لو خرجت في اي مكان بره تبقى انت عارف اسعار الحاجات دي ايه. طيب اولا دي بتكون خشب زان احمر مجفف، من اجود انواع الخشب اللي موجود في مصر، علشان ما حدش يطلع يشتغلك ويقول لك ده مستوى وده مستوى. لا، احنا لحد مثلا من كام يوم احنا دي كنا شغالينها ب 19500 جنيه. سعرها في السوق كام؟ بتتباع ب 19، ب 19 ونص، ب 20، ب 21، ب 23. وهي نفس الركنه بالملي. تمام. لان احنا بفضل الله مصنع الكلام ده، وزي ما بنجيب الشغل معارضنا بنطلعه معارض تانية بره. وطبعا عارفين الناس شغاله اسعار كام على الحاجات اللي زي دي. فالمواصفات اللي احنا السعر اللي احنا نقوله عفوا على اعلى واتقل مواصفات موجوده في السوق. خشب زان احمر طبيعي مجفف، خشب نمره واحد. القماش بتاعها بيكون كتان. سفنج القواعد كثافه 33 فعلي بيتقال عنه بقى كثافه 40، بيتقال عنه كثافه 44، بيتقال عنه كثافه 38. هتسمع فيه اشعار، لكن الكثافه الفعليه لفرخ السفنج اللي هو التوب في السوق النهارده كثافه 33. ده اللي احنا بنتكلم عنه، سواء هارد او سوفت او ناشف. وبنتكلم عن ركنه بيطلع معاها ضمان 10 سنين. دي سعرها في السوق لحد النهارده بره طبعا واصل لحد 22 و28 الف جنيه. كل معرض بيباع على حسب هواه. طيب دي النهارده سعرها كام؟ دي نازله من 19 ونص عندنا ل 16500 جنيه. مظبوط الكلام، دي مش اشاعات، احنا بنصور من قلب معرضنا. الركنه سرير صحاره النهارده سعرها نازل من 19500 ل 16500 جنيه. زي ما وعدناكم ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن كل منتجات الاساس بالاسعار، علشان تبقى انت عارف النهارده الحاجه اللي زي دي قيمتها كام او سعرها في السوق كام. تمام. انت بقى رحت عند حد تاني باعها لك ب 20. النهارده احنا بنتكلم عن اسعار الخامات النهارده، ما بنتكلمش عن بعد ما تشوف الفيديو مثلا بشهرين 3 4 الله اعلم. تمام. ما بنتكلمش عنها من 20 يوم فات او من 10 ايام فاتوا او من اسبوعين فاتوا او من اسبوع فات. احنا بنتكلم عن الاسعار المتاحه دلوقتي. ولو في اي جديد الاسعار لو غليت هنطلع نقول، نزلت هنطلع نقول. لكن دلوقتي سعرها في السوق 16500 جنيه، لان تكلفتها على اتقل مواصفات وعلى اعلى مواصفات ونقعد نمدح فيها اسبوعين مع بعض التكلفه تقريبا 14000 جنيه. تمام. 14 و200 دي التكلفه على المصنع نفسه. تمام. يعني على اللي بيصنع اللي هو حق قماش وحق خامات وحق الكلام ده، النهارده بتتكلف 14000 14200 جنيه. فاحنا سعر بيعها عندنا ان شاء الله للعميل للمستهلك 16500 جنيه. حد بقى اقنعك ان هو اللي عنده مختلف عن اللي هنا وخامات اعلى وعرف يشتغلك، انا اسف في التعبير، يعني لو عرف يشتغلك ويقنعك
ان اللي عنده غير اللي احنا بنتكلم عنها دي، ده بقى موضوعك انت. احنا بنتكلم عن اتقل مواصفات، في اقل من دي، في اقل من دي. في ناس شغاله زان ابيض، قماش مش كتان، وطبعا نوع القماش ده برضه بيكون على حسب اختيارك، مفيش مشكله منه. لكن في دي النهارده مترها عامل 115 جنيه، كان عامل 155 جنيه بالمناسبه. في قماش قطيفه المتر بتاعه ب 40 جنيه، ب 35 جنيه برضه، تمام. وبرضه في قماش قطيفه سعره غالي، لكن احنا بنتكلم في ان ممكن حد يدي لك نفس الشكل ده على حاجه مضروبه، فيه يعني في مستويات اقل، مستويات اعلى مفيش. احنا بنقول الكلام الكتير ده ليه؟ انا بفهمك وبعرفك ليه النهارده في فروقات في الاسعار، تمام. بنشرح لك كل حاجه اهو. دي ان شاء الله على اتقل مواصفات موجوده، وعلى اعلى حاجه في الدنيا بيطلع معاها من عندنا ضمان 10 سنين. سعرها النهارده 16500 جنيه الركنه الطياره. والناس اللي مش عارفاها قرب كده، قرب معايا. السفنج ده زي ما قلنا كثافه السفنج هنا كثافه 33 فعلي. فعلي يعني ايه فعلي؟ يعني دي الكثافه الفعليه، ودي اعلى كثافه سفنج موجوده في السوق، تمام. اللي يقول لك بقى احنا شغالين كثافه 38، شغالين كثافه 40، شغالين كثافه 45، كلام في الهوا. الكثافه الفعليه الاعلى سفنج في السوق النهارده اللي قدامنا ده كثافه 33، وركنه بفضل الله تضربها في الحته ترد لك تاني، تمام. طبعا دي بتكون صحاره. قرب كده، قرب. وهنا بيكون الداخلي بتاعها من نفس قماش الركنه بالظبط، تمام. طيب معانا هنا ده دوت دي يعني دي الكنبه اللي السرير بيفرد فيها، وطبعا حاجه بفضل الله، يعني شغل بفضل الله. احنا بنقول مع ضمان 10 سنين يعيش 100 سنه عند الزبون. طيب معانا ايه كمان؟ طبعا الخشب بتاعها كله زان احمر، حاجه محمله جدا، تمام. هنا برضو الظهر بتاعها متحرك بميكانيزمات. دي سعرها النهارده كام؟ 16500 جنيه. حد عرف يشتغلك ويقنعك ان اللي عنده غير دي، الله معك بقى. طيب قرب كده يا احمد. طبعا متاحه على كل الالوان دي، يعني مش اللون ده بس، لا، اي لون ان شاء الله تحدده متاحه معاك. المقاسات بتاعتها 2 في 3 متر و40. لو شلنا منها دي تبقى 2 في 3. هنا ده برضو خشب قشره ومعمول اسطر، وهنا في مكان للكوبايات. ولو عايز كمان تعمل مخارج يو اس بي والكلام ده، كل الكلام ده ان شاء الله بيتعمل معانا. قرب كده يا احمد. ده لون تاني منها، نفس الركنه بالظبط، تمام. ولكن طبعا الشغل ده برضو يعني معمول من فتره عدت شويه، فالشغل ده كان علينا احنا بتكلفه اعلى من اللي بنتكلم فيها دلوقتي، تمام. طيب الناس اللي هتيجي من بعد تاريخ الفيديو ده ان شاء الله، النهارده على اي لون قماش كتان زان احمر سفنج نضيف جدا كثافات عاليه جدا، سعرها النهارده كام؟ 16500 جنيه، نازله من 19500، يعني فيها فرق 3000 جنيه. الطبيعي او العادي ان لما السعر ينزل لازم نطلع نقول ان السعر نزل، ده العادي، ده الطبيعي. لكن احنا السعر لما يغلى نطلع نقول السعر غالي والخامات بتزيد ومش عارفه ايه، ماشي، كلام جميل جدا. لما السعر ينزل بقى الناس كلها بلع لسانها، طبعا الكلام ده ما ينفعش. احنا بالنسبه لنا احنا ما يخصنا احنا ان شاء الله هنطلع كل يوم نتكلم عن الحاجات باسعارها، واحنا ما حاجه غير القصه دي. تعالى. والفيديوهات دي يعني برضو ما تجيش تشتري من عندي، انا بقول لك اهو، ولكن تبقى عارف سعر الحاجه في السوق النهارده كام. تبقى عارف سعر الحاجه في السوق النهارده كام. وطبعا مكاننا مفتوح يا مرحب بالناس كلها، لحسن حد يعني ممكن حد يطلع يقول لك ايه ده ما بيبيعش بالاسعار دي. لا، احنا بنبيع بالاسعار دي، بس انا بفهمك ان هدفنا من الفيديوهات دي انك تبقى عارف سعر الحاجه دي النهارده في السوق كام، عشان لو هتروح تشتري من معرض، هتروح تعملها في اي ورشه او في اي مصنع، تبقى عارف ان الاسعار الفتره دي هاديه، ما تخليش حد يشتغلك. تعالى. ده موديل تاني من الركنه السرير، برضو زي ما وعدناكم هنتكلم عن معظم الحاجات اللي موجوده عندنا ان شاء الله، او كلها هنطلع ان شاء الله نتكلم عنها. مش عايزين احمد الفيديو عدى 10 دقائق، لو يعني مثلا 8 دقائق قول لي نفصل، ماشي. طيب هنختم بالركنه دي. طيب دي برضو ركنه سرير وصحاره، ولكن طبعا دي موديل تاني، برضو قماشها كتان، تمام. فيها الصحاره، وهنا فيها السرير، تمام. نفس النظام،
كثافات السفنج هي تمام. شغل بفضل الله، حاجات محترمه جدا. ديت كان سعرها عندنا كام؟ دي كان سعرها عندنا 16500 جنيه. النهارده بتتباع بكام؟ ب 13000 جنيه. دي سعرها النهارده 13000 جنيه. ليه؟ بنخسر؟ لا. بنضلل الناس؟ لا. الخامات نزلت في سوق الموبيليا كله الخامات يا جماعه نزلت، ادينا عمالين نقول اهو. طيب برضو متاحه على كل الالوان دي، ضمانها 10 سنين ومتاحه على كل الالوان دي. تمام كده؟ تمام. انا مش عارف انا نهكت ليه، مش مشكله. طيب اخيرا كده، طبعا في منها الوان كتير جدا واشكال كتير جدا برضو، ولكن احنا حبينا نتكلم عن دي بالتحديد لان الركنه دي بالتحديد يعني موجوده منتشره بشكل كبير جدا، ركنه ترند معروفه في مصر كلها. فحبينا نقول سعرها ليه؟ علشان تبقى عارف دي النهارده بتتكلف على المصنع او على الورشه 14200 جنيه. دي اصل التكلفه اللي بيشتري بيها صاحب المعرض. تمام كده؟ البيع النهارده 16 ونص. اللهم بلغت اللهم فاشهد. الناس ان شاء الله بقى اللي مهتمه باذن الله بالموبيليا او اللي هيشتري الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، احنا كنا حابين نصور حاجات اكتر بس مش عايزين الفيديو يطول. فاللي مهتم ان شاء الله باذن الله بقى بغرف الاطفال وغرف النوم والنيشات والسفر الخ كل منتجات الاساسيه ان شاء الله يتابع، لان ان شاء الله من وقت للتاني هننزل فيديوهات نتكلم فيها عن اسعار المنتجات وصلت لحد فين النهارده، بحيث تبقى انت كمان تبقى انت عارف اسعار الحاجات دي، اسعار الحاجات دي الحقيقيه النهارده في السوق كام، وربنا يقدرنا على فعل الخير. سلام.